في المساحة الشاسعة لشمال كاليفورنيا ينام عملاق. إنها قمة من الجليد والحجر تخترق السحب بجلالها الصامت. هذا هو جبل شاستا. إنه أكثر من مجرد جبل. إنه مكان غامض للغاية، يجذب القصص الغريبة والأساطير المتناقلة التي تتدفق عبر أشجار الصنوبر الطويلة مثل رياح الجبل الباردة. لقرون راقبت قمته المغطاة بالثلوج المناظر الطبيعية محتفظة بأسرارها. يأتي الناس من جميع أنحاء العالم ينجذبون بقوة خفية، شعور بأن شيئاً قديماً وقوياً يسكن هنا، شيء يتحدى فهمنا البسيط للعالم الذي نعتقد أننا نعرفه. الهواء حول جبل شاستا مختلف. إنه مشحون وثقيل بالقصص غير المروية والطاقات غير المرئية. غالباً ما يتحدث الزوار عن شعور عميق بالسلام، بينما يشعر آخرون بمراقبة مزعجة، كما لو أن الجبل نفسه له عيون. السحب التي تلتصق بمنحدراته ليست سحباً عادية، إنها تسمى السحب العدسية، على شكل أطباق طائرة ناعمة. غالباً ما تظهر فجأة، تحوم فوق القمة وكأنها تحرسها، ثم تختفي بنفس السرعة. هل هي مجرد ظاهرة جوية؟ أم أنها حجاب، تمويه ذكي لشيء آخر يأتي ويذهب من هذا المكان الغامض؟ تخيل أنك تقف عند قاعدته، تنظر إلى القمة البيضاء الشاهقة. قد تشعر بالصغر، بالضآلة في مواجهة هذه القوة الطبيعية الخام. لكن هناك أكثر من مجرد الطبيعة هنا. يزداد الغموض عمقاً مع كل قصة تروى، مع كل شخص غامر في بريتي وعاد بقصة تتحدى الواقع. يتحدثون عن أضواء غريبة ترقص في سماء الليل، عن أصوات طنين يبدو أنها تأتي من أعماق الأرض نفسها. يبدو أن الجبل يتنفس ولديه حياة خاصة به، وعي صامت موجود منذ فترة طويلة قبلنا. هذه ليست ظاهرة جديدة. الأساطير قديمة، قدم الصخور نفسها. لقد توارثتها الأجيال وتطورت ونمت، ولكنها تركز دائما على نفس الفكرة الأساسية. جبل شاستا مميز. إنه جسر، بوابة، مكان تتلاشى فيه نسيج واقعنا، مما يسمح بلمحات لما يكمن وراءه. إنه مكان تتلاشى فيه الخطوط الفاصلة بين المعروف وغير المعروف، ويدعو الشجعان والفضوليين إلى التشكيك في كل ما يؤمنون به. الجبل لا يتخلى عن أسراره بسهولة، لكنه يقدم أدلة لمن يعرفون كيف يستمعون. قبل وقت طويل من افتتان رواة القصص الحديثين بالجبل، عرفت قبائل الأمريكيين الأصليين في المنطقة أنه مكان مقدس. لم يروا فيه مجرد كومة من الصخور والجليد. بالنسبة لهم كان جبل شاستا مركز الكون ومسكناً للروح العظيمة. كانوا يعتقدون أنه دوامة قوية من الطاقة الروحية، مكاناً يمكن للمرء أن يتواصل فيه مع الخالق. توارث شيوخهم قصصاً ليست أساطير بل تاريخاً. تحدثوا عن الجبل كبوابة، باب مادي لأبعاد وعوالم موجودة جنباً إلى جنب مع عالمنا، مخفية عن الأنظار. هذه المعتقدات القديمة لم تكن مجرد فولكلور بسيط، كانت جزءاً أساسياً من نظرتهم للعالم. أقامت القبائل احتفالات على منحدرات الجبل، تكريماً للأرواح التي اعتقدوا أنها تسكنه. تحدثوا عن كائنات لم تكن بشرية، ولم تكن أرواحاً أو شياطين موجودة في تقاليد أخرى. كانت هذه مخلوقات مختلفة، كائنات مادية من عالم آخر، استخدمت الجبل كمنزل وممر لها. ووصفت بأنها حراس الجبل، حماة لمعرفة مقدسة لم تكن البشرية مستعدة لتلقيها بعد. حذر الشيوخ شعبهم من معاملة الجبل باحترام، لأنه لم يكن ملكاً لهم حقاً. تصف الأساطير القبلية هؤلاء السكان الغامضين بتفاصيل رائعة. قيل إنهم طوال القامة ورشيقون، ببشرة بيضاء شاحبة وشعر أبيض منسدل. كانوا يتحركون بأناقة، بدت من عالم آخر، وكان وجودهم مهيباً ومخيفاً في آن واحد. نادراً ما كانوا يرون، مفضلين البقاء في المدينة المخفية التي بنوها في أعماق الجبل. فهم السكان الأصليون أن هذه الكائنات لا يجب إزعاجها. كانوا السكان الأصليين السادة الحقيقيين لهذه القمة المقدسة، وكان البشر مجرد زوار في ملكهم، يعيشون على سطح عالم له طبقات أعمق بكثير. هذه القصص من السكان الأصليين تشكل أساس غموض الجبل. كانوا أول من اقترح أننا لسنا وحدنا على هذا الكوكب،
أو حتى في هذا المكان. كانوا أول من تحدث عن حضارة تعيش تحت أقدامنا، حضارة من الكائنات المتقدمة التي اختارت البقاء مختبئة عن عالمنا الفوضوي. لم يكن هذا مجرد خيال، لقد كان حقيقة روحية عميقة، تحذير ووعد بأن هناك ما هو أكثر بكثير لوجودنا مما يمكن أن تراه أعيننا. كان الجبل هو صلتهم بهذا الواقع الأكبر. الأساطير القديمة للسكان الأصليين وجدت صوتا جديدا في العالم الحديث. في أواخر القرن التاسع عشر، كتب شاب يدعى فريدريك سبنسر أوليفر كتابا بعنوان ساكن على كوكبين. ادعى أن الكتاب لم يكن من إبداعه الخاص، بدلا من ذلك قال إنه تم إرساله إليه من قبل روح من قارة مفقودة تسمى ليموريا. وفقا للقصة، عندما غرقت حضارة ليموريا العظيمة تحت المحيط الهادئ منذ آلاف السنين، بحث الناجون عن ملجأ. وجدوا ملاذهم في أعماق جبل شاستا، حيث بنوا مدينة رائعة اسمها تيلوس، مدينة من الكريستال والضوء، تعمل بتقنية متقدمة. هذه القصة لاقت صدى لدى الناس في جميع أنحاء العالم. أعطت اسما وتاريخا للكائنات الغامضة في الجبل. لقد أصبحوا الآن الليموريين، عرق قديم وحكيم، حراس تاريخ البشرية المفقود. كانت أوصاف هذه الكائنات مشابهة بشكل ملحوظ لتلك الموجودة في أساطير السكان الأصليين، طوال القامة، أنيقون ومتقدمون روحيا. كانت فكرة مدينة فاضلة مخبأة عن عالمنا المضطرب قوية. لقد أشارت إلى أن طريقة حياة أفضل ممكنة، وأن أسرار التنوير والتكنولوجيا المتقدمة لم تفقد، بل كانت تنتظرنا فقط لنصبح جديرين بها. كلما تعمقنا نجد أوجه تشابه غريبة في الأساطير القديمة الأخرى. لننظر إلى الأنوناكي، الآلهة الأقوياء الموصوفين في النصوص السومرية القديمة من بلاد ما بين النهرين. قيل إن هذه الكائنات نزلت من السماء. وصفت بأنها عمالقة، خالقون أقوياء، هندسوا الجنس البشري. أوصاف الأنوناكي طوال القامة، أقوياء، ويمتلكون معرفة تفوق فهم البشر بكثير، تشترك في أوجه تشابه مثيرة للاهتمام مع أوصاف الليموريين في جبل شاستا. هل يمكن أن تكون هذه أسماء مختلفة لنفس المجموعة من الكائنات الاستثنائية التي لاحظتها ثقافات مختلفة في أوقات مختلفة من التاريخ؟ الارتباط مغرٍ. كلا الأسطورتين تتحدثان عن عرق متفوق يتفاعل مع البشرية في مراحلها المبكرة. كلاهما يصف كائنات تمتلك تكنولوجيا متقدمة وفهما عميقا للكون. كلاهما يرتبط بمواقع محددة على الأرض، أماكن ذات قوة عظيمة. هل من الممكن أن يكون جبل شاستا أحد عدة قواعد على كوكبنا لعرق خارج كوكب الأرض، أو متعدد الأبعاد كان يراقبنا لآلاف السنين؟ فكرة أن الليموريين والأنوناكي مرتبطون تحول أسطورة محلية إلى لغز عالمي، مما يشير إلى تاريخ خفي لكوكبنا. إذن، لغز جبل شاستا لا يقتصر على الأساطير القديمة والكتب الموحاة. إنه مكتوب في القصص المروعة لأولئك الذين اختفوا دون أثر على منحدراته. الجبل، كما تعلمون، له جانب مظلم، سمعة في ابتلاع الناس بالكامل. إحدى أشهر الحالات هي حالة صبي صغير يبلغ من العمر 3 سنوات، اسمه ديفيد بوليدز. اختفى في عام 1999. لم تعثر عملية بحث ضخمة على أي أثر له، على الرغم من التضاريس المفتوحة والسهلة حيث شوهد آخر مرة. اتخذت القصة منعطفا غريبا عندما عثر عليه بعد ساعات على بعد أميال في منطقة وعرة مختلفة تماما، هادئا وسليما، لكنه غير قادر على تفسير ما حدث. لكن كما ترون، هذه ليست حادثة معزولة. الجدول الزمني مليء بالاختفاءات الغريبة والمواجهات المزعجة. في عام 1966 أبلغت مجموعة من الأصدقاء يتنزهون في الجبل عن رؤية شخصيات طويلة ترتدي أروابا بيضاء تتحرك بالصمة عبر الأشجار قبل أن تختفي. ثم في الثمانينيات اختفى متسلقون ذو خبرة، وعثر على معداتهم مكدسة بدقة دون أي علامات على صراع أو هجوم حيواني.
في الآونة الأخيرة، في عام 2016، اختفى رجل ذاهب في نزهة قصيرة بالقرب من مخيم. قامت فرق البحث بالكلاب والمروحيات بتمشيط المنطقة لأيام، لكنها لم تعثر على شيء، وكأنه قد انتزع من الوجود ببساطة. هذه ليست مجرد قصص، إنها أحداث موثقة، بصراحة تتحدى التفسير المنطقي. بالنسبة لأولئك الذين نجوا من تجربة غريبة على الجبل، لا تنتهي القصة بإنقاذهم. يعود الكثيرون متغيرين، مطاردين بما رأوه أو شعروا به. يتحدث البعض عن تجربة فقدان الوقت، حيث تختفي ساعات أو حتى أيام بالكامل من ذاكرتهم. يصف آخرون شعوراً عميقاً ومرعباً بالمراقبة والمتابعة من قبل شيء لا يمكنهم رؤيته. الأثر النفسي هائل، يتركهم بخوف عميق وشعور مشوه بالواقع. إنهم يعرفون أن ما مروا به كان حقيقياً، لكن ليس لديهم طريقة لإثباته، مما يتركهم معزولين بحقيقتهم المذهلة والمرعبة. إذن، ما الذي يحدث لهؤلاء الناس؟ التفسيرات العلمية لا تكفي. قد تكون التضاريس صعبة، لكن العديد من المفقودين كانوا من ذوي الخبرة في الهواء الطلق. يمكن أن يكون الطقس غير متوقع، لكن العديد منهم اختفوا في أيام صافية وهادئة. يقدم بعض شيوخ القبائل تفسيرهم الخاص. إنهم يعتقدون أن الجبل تسكنه كائنات من بعد آخر، وأن الحجاب بين عوالمنا يرق أحيانا. يقولون إن هؤلاء الناس لم يضيعوا في عالمنا، بل عبروا عن طريق الخطأ إلى عالمهم. إنها فكرة مخيفة، أن نزهة بسيطة في الغابة يمكن أن تقودك إلى واقع آخر تماماً. لغز جبل شاستا يقف كواحد من أعظم الألغاز غير المحلولة في عصرنا. إنه مكان تتصادم فيه العلوم والروحانيات، حيث تندمج الحقائق الموثقة والأساطير التي لا تصدق في سرد واحد مربك وجذاب. لدينا روايات القبائل الأمريكية الأصلية، والقصص الموحاة عن ليموريا، وأوجه التشابه الصارخة مع نظريات رواد الفضاء القديمة مثل الأنوناكي، والحالات الموثقة والمقلقة للغاية للاختفاء والمشاهدات الغريبة. كل هذه الخيوط، كما تعلمون، تنسج نسيجاً يوحي بأن شيئاً غير عادي يحدث على هذا البركان الصامت المغطى بالثلوج وداخله. يعتقد البعض أن الكائنات داخل الجبل هي حراس خيرون، الليموريون الحكماء، يراقبوننا وينتظرون اللحظة المناسبة للكشف عن أنفسهم ومساعدة البشرية على الارتقاء إلى حالة أعلى من الوعي. يقدم آخرون، بمن فيهم بعض شيوخ القبائل، رؤية أكثر حذرًا. إنهم يشيرون إلى أن الكائنات مختلفة ببساطة، شكل من أشكال الحياة من بعد آخر، وتفاعلاتهم مع عالمنا ليست بالضرورة جيدة أو شريرة، ولكنها ببساطة عرضية وغير مفهومة لنا. إنهم يعتقدون أن هذه الكائنات لا تختبئ منا خوفاً، بل توجد ببساطة في واقع منفصل عن واقعنا. يبقى الجبل جامداً وصامتاً، لا يقدم إجابات سهلة. يستمر في جذب الباحثين والعلماء والفضوليين، كل منهم يأمل في كشف طبقة من الغموض. كل ضوء غريب، كل صوت غير مبرر، كل قصة من ناج مهتز يضيف قطعة أخرى إلى اللغز. الأدلة متناثرة، قصصية، وغالباً ما يرفضها العلم السائد. ومع ذلك، فهي أيضاً مستمرة ومتسقة ومقنعة، بما يكفي لتجعلنا نتساءل عما إذا كانت هناك حقيقة أساسية حول عالمنا نفشل في رؤيتها. حقيقة يحتفظ بها جبل شاستا محبوسة في قلبه الحجري. هذا يقودنا إلى سؤال أخير وعميق. بينما نقف على سطح كوكبنا ونمارس حياتنا اليومية، نفترض أننا سادة هذا العالم. ولكن ماذا لو لم نكن كذلك؟ ماذا لو كنا نعيش ببساطة على سطح واقع أكبر وأكثر تعقيداً؟ نقضي وقتنا في البحث عن الحياة في النجوم، ولكن ربما يجب أن نبحث تحت أقدامنا. السؤال الأهم الذي يطرحه جبل شاستا ليس فقط ما هو مخبأ بداخله. السؤال هو: هل تختبئ مخلوقات الجبل منا، أم أننا دون علم نعيش على سطح عالمهم الخفي؟